اهلا وسهلا بكم يا زملكاويه، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسلامه، وكل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب العالمين. شكرا لكل واحد عمل لي لايك، قسما بالله انا بدعي له من كل قلبي، وكل واحد عمل لي اشتراك في القناه. الف الف مليون شكر، والله انت فرحتني، ربنا يفرحك زي ما فرحتني بحق الايام المفترجه. نادي الزمالك يدخل مع نادي سموحه في ملحمه في كره القدم. الزمالك هيلاعب سموحه في كاس مصر الساعه 9:30 يوم السبت. ان شاء الله مباراة تكون كويسة لجمهور نادي الزمالك، ونادي الزمالك يأدي فيها ويبدأ يعدي المرحلة دي، خصوصا بعد انسحاب النادي الاهلي انسحب امام نادي الزمالك. مباراة كانت هتكون ملحمة للزمالك، بس حظ الزمالك ان خدت الثلاث نقاط مرتاح مرتاح، والزمالك حلوة وكويس ليها لانها ابتدت وارتاحت للمباريات الجاية، زي مباريات سموحة اللي هتكون قوية، مباراة هتكون قوية في كأس مصر. ولو الزمالك عدت المباراة دي تعرف ان الزمالك خلاص كده قرب من الكاس، وان الكاس خلاص بتاع نادي الزمالك. مباراة نادي سموحة هتبدأ تقفل وتلعب على نادي الزمالك، خصوصا كله فهم تشكيلة جوميز مدرب نادي الزمالك، وكله هيلعب عليها. نادي الزمالك النهارده لازم يخلص المباراة بدري بدري، ينجز بدري بدري. مباراة هتكون سهلة لو الزمالك بدأ يسهلها على نفسه، وتكون صعبة لو الزمالك صعب الكرة على نفسه. يلا بينا على تشكيلة نادي الزمالك اللي هتخوض مباراة نادي سموحة والزمالك في كأس مصر. متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا رب اوصل 1000 مشترك قبل نهاية شهر رمضان. ان شاء الله بيكون نوصل يا احلى زملكاوية في الدنيا. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوميز بالسيريو تدريب الجماعي استعدادا لمواجهة نظير سموحة مساء الغد السبت، وذلك في إطار منافسات الدور الستاشر من مسابقة بطولة دوري من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي. ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك أمام سموحة في تمام الساعة 9:30 صباحا بعد غد السبت الموافق 15 من مارس الجاري. ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز والاقتناص بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة. تشكيلة الزمالك أمام سموحة المتوقعة: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع عمر جابر، محمود حمدي الونش، وصلاح مصدق، وحسام عبد المجيد، محمود بن تايك. في خط الوسط اللي هيكون فيه عماد نبيل دونجا، ناصر ماهر، ومحمود جهاد. في خط الهجوم عبد الله السعيد، احمد السيد زيزو، سيف الدين الجزيري. طبعا يا جماعه مباراه هتكون هايله، مباراه هتكون كويسه جدا. كل الدعم لنادي الزمالك. خلاص، ساعات بتفصلنا عن المباراه. مباراه هتكون متحمسه بالاثاره. دور ال 16 ما فيهوش هزار، الكاس فيه مفاجآت، ممكن يكون فريق تعبان كده ويبدأ يلعب قصادك، في فريق ممكن يدافع ويبدأ يلعب على الهجمة المرتدة، وده اللي بيحصل في الدوري المصري. ما بالك بقى في كاس مصر؟ يعني الزمالك لازم تكون مركزة جدا، لأنه خلاص الدوري سهل بالنسبة لها. طبعا عارفين كل الحوارات اللي بتدور، أحمد السيد زيزو هيمشي، أحمد السيد زيزو قاعد، أحمد السيد زيزو راح الزمالك، احمد السيد زيزو مش عارف ايه، حوارات كتيره بدات تدور الايام اللي فاتت دي، والسيناريوهات اللي دارت امام نادي الزمالك. وكل ما طبعا انتوا عارفين ان الاعلام كله عايز الزمالك يبدا يقع، الزمالك يبدا يتدمر نفسيا، لعيبه الزمالك تبدا تذبذب. طب اجيبها لهم منين؟ اجيبها لهم من الاداره؟ اجيبها لهم منين؟ الاستقرار يا جماعه، الزمالك بيتحارب، مش عايزين حد يستقر. كلنا شفنا ماتش النادي الاهلي ونادي الزمالك. الاهلي اول ما انسحب قالوا ايه؟ قالوا ان العيب من ايه؟ من اتحاد الكوره. ما حدش جاب العيب من النادي الاهلي خالص، ولا سمعنا اي حوار. لكن ساعه الزمالك ما غابت والزمالك انسحبت، حصل 100 حوار على نادي الزمالك، وما ينفعش. وعماد متعب نفسه اللي كان بيتكلم على قناه اون تايم سبورت ده ضد نادي الزمالك. لو انتوا فاكرين في الموسم اللي الزمالك انسحب فيه، هو نفسه اللي كان بيتكلم على اتحاد الكوره وغلطات اتحاد الكوره، ونسوا ان النادي الاهلي قيم ومبادئ. ساب ايه؟ ساب كل حاجه ومسك في اتحاد الكوره، ما قالش ان النادي الاهلي ده غلطان. يا جدعان والله العظيم كويس ان الاهلي ما جاش. واحد يقول لي كويس ليه؟ اولا ريح لعيبتك، ثانيا انت ضمنت المكسب وخدت المكسب 3 نقاط، وده يديك دافع انك تقدر تكمل في الدوري بنفس. خصوصا بيراميدز اتعادل مع نادي المصري الماتش اللي فات، يعني اللعيبه دي تبدا تاع. يا ريت نادي الزمالك بقى تاخد، ولاعيبه نادي الزمالك تاخد على الحوارات دي، ان كل ما الفرق دي تبدا تنزل في النقاط احنا نبدا نعلى ونكسب، ما نديهمش فرصه تاني. ان شاء الله الزمالك تقدم مباراة كويسة. لحد هنا اكون وصلت لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لي بقى اشتراك في القناة، والله العظيم انت ما تخسر اي حاجة لو دوست لايك يا سيدي، سواء المحتوى عجبك او ما عجبكش، فبالله عليك ما تنساش تعمل لي لايك، لانه ده بيديني دافع. لحد هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.